واشكم لاباس خير. اليوم باش نعمل خميرة، قلت هاي بالمرة نصورها على بالكم جاي رمضان وكل الناس تحب الخميرة وكل الناس تطيب فيها. بصح خميرة سهلة سريعة وما حتى نزلت واحد الساعة ساعة ونص على المغرب تقدر تطيبها، مش غير كي تنوضي بكري مع ساعتين 3. شوف كيفاش زوز مغارف كبار مش معبين تاع خميرة الخبز، شوية مغرفة صغيرة تاع السكر، نص مغرفة تاع الملح، نص مغرفة تاع خميرة حلويات خميرة القاطو، 500 غرام تاع الفرينة، نصف كيلو. في المقادير هذه شوف كاش نعملوها، تجيكم سهلة سريعة في الطياب ما تعطلش. شوف كاش نخلطوا الحوايج مع بعضها. لازم الخميرة هذه ما تتعجنش مليح، شوي برك. شوفي العجينة نلمدوها برك، ما نقعدوش نعجنوا فيها ونعاودوا نعجنوا ونعاودوا، نلمدوها برك. شوف ما نعجنوهاش مليح، نلمدوها برك ونشوفوا الماء تاعها ما تكونش طريه فايت لازم وما تكونش قاسيه. شوف كاش نلمدوها برك ما نعجنوهاش وما ندلكوهاش كيما هكا بيدينا. اوكي نخلوها تخمر. شوف ما عجنتهاش خلاص، نبداو برك المهم هكا باش ما تعودش فيها فرينه لداخل، مزات ما تبلتش ولا حاجه برك، وما فيها لا حليب ما فيها زيت ما فيها حتى شيء، كما شفتوا واش عملت لها. المهم برك تعرفيها كيما تكون رطبه ما تكونش فيها الفرينه من داخل مزات ما تعجنتش. هذا مكان كما كنعملوا له شويه زيت ونحطوها تخمر. شوف نعملوا لها شويه زيت ونغموا عليها ونخلوها. وكي تعمليها كيما هكا نصبي الطاجين خليه يسخن، هي ثم تهزيه ما تعطلش. شفتوا كاش نحط العجينه، شفتوا باش نبدا نخبزها. شوفوا ما عجنتهاش خلاص. شفتوا باش نقرصوها. نحطها على ورق الزبدة.
شوف كاش نحطها في ورق الزبدة. شوف نحطوها كيما هكا على الاقل ربع ساعة 20 دقيقة، وهي كيما هكا مغمية بسنيوة ولا بحوايج هكا مغطينها ومخلينها. كي نشبحوها ناضت كيما هكا تنفخت نحطوها في الطاجين يكون يسخن حتى هو واحد 20 دقيقة هكاكا ويسخن، وبعدين نقص عليه شوي ونحطوه في الخميرة ونهزوها هكا بكل سهولة. شوف مع الخميرة، شوف كاش حطيناها في الطاجين نغموها كيما هكا بسنيوة ولا بحويجة باش الخميرة تتنفخ وتجي نايضة مليح. كي نشوفوها حنا تنفخت نهزو عليها الغطاء ونبدو نمشو فيها باش نحمروها. شوفوا كي تشوفوها ناضت كيما هكا في الطاجين تقلبوها وتنحوا منها الكاغط تاع الزبدة. شوف كاش نايضة، شوف كيفاش طيب، وكما تبقوا تدوروا فيها حتى تحمروها على الجناب. وعلى بالكم الخميرة هذه ما فيهاش سميد، فرينة واحدة. شوف الفرينة كي تجي ملاحة خير من السميد، ما تطلب عجنان وما تطلب طياب ياسر، طيب بسرعة خفيف. شوف الخميرة كاش طابت، شوف كيفاش محمرة مليحة خفيفة. كي نحطوها من الطاجين مازالت سخونة نخلطوا لها شوية ماء وشوية زيت في البخاخ ونرشوها هكا شوية بس هكا كيما منا شوية ماء وشوية زيت هكا نطفوه شوي وخلاص. الخميرة هذه ما فيهاش سميد، ما فيها حتى شيء، لا حليب لا حتى شيء، فيها غير الفرينة. شوف الخميرة كاش جت كاش طابت، ان شاء الله تعملوها وتجي كيما هكا ولا تجي احسن. نقولكم طبقوا على خير وفيديو اخر ان شاء الله.